السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفونا في القناة. اما بقى بالنسبة للفيديو ده وللمنتج اللي قدام حضراتكم ده، طبعا الكل والفيس واليوتيوب كله اتكلم عن منتج الشرقية بيور، سواء سمنة أو زبدة. طبعا في كمان قنوات كتيرة وفيديوهات كتيرة قوي سمعناها، اللي بتشكر في السمنة واللي بتشكر في الزبدة واللي بيذموا فيها. فيعني لو انت حابة تشتري بتبقي محتارة، تشتري ولا ما تشتريش. طبعا في شيفات طبعا كبيرة طلعت كمان واتكلمت عنها. الشيفات دي مع كل التقدير والاحترام طبعًا ليهم، كلنا بنثق فيهم وبناخدوا كلامهم ثقة وبنتابعوهم. طبعًا مع الفيديوهات بقى والكلام والإعلانات حبينا نجربوا المنتج الشرقية بيور. طبعًا كان في عروضات، اشترينا عرض زي ما حضراتكم شايفينه كده. هي السمنة إحنا ما جبناش زبدة، أنا جِبت السمنة. طبعًا قُلنا أسهل وأحسن، لا تسيّحي بقى ولا تتعبي، فجِبنا براطيم السمنة على طول. طبعًا إحنا طبعًا كُنّا بنجيبه الزبدة البلدي، بتسيّحيها وبتحطّيها في البرطمان جنبِك على الرخامة، بتستعملي منها ما بيحصلّهاش ولا حاجة. السمنة دي بقى أنا استخدمتها. طبعًا هنا أنا باقول لكم قد إيه فيها رواسب كده سودا من تحت. مش مشكلة الرواسب دي، ممكن تكون طبيعية. أنا هاتكلّم على اللي أنا جرّبته. طبعًا أنا جرّبت بقى البرطمان، بعد بقى ما استخدمت منّه بيوم و2 كده بافتحه تاني اتفاجئت باللي فيه. أنا جايبة الorder ده من قبل رمضان. طبعًا كنت شايلاه بقى للكحك وللبسكوت والأكل رمضان والكلام ده. لمّا بقى فتحته كده واتفاجئت بقى، استخدمت من السمنة وبعدها بيوم أو 2 بافتح تاني البرطمان، اتفاجئت بالنقط السودا اللي في السمنة دي، لقيته تصويف كده أخضر. قد إيه الشكل وِحِش جدًا. شايفين السمنة من جوّه، يمكن حضراتكم شايفين النقط التصويف اللي على السمنة وعلى حروف البرطمان. شايفين كمان الغطا عامل تصويف قد إيه. يعني حاجة كده صدمة والله. أنا ما كنتش متخيّلة إن المنظر ده. أنا جرّبت السمنة، أنا ما جرّبتش الزبدة، يعني ما أعرفش طعم الزبدة إيه ولا طعم المُرتة إيه. إحنا جرّبنا السمنة. طبعًا أنا قُلت يمكن بقى العيب في التخزين أو فتحة البرطمان، حاجة زي دي. قُلت بقى هاجيب البراطيم التانية أشوفها، جِبتها كانت بقى المفاجأة. قررت بقى إن أصوّر الفيديو وأفتحهم قدّام حضراتكم. طبعًا وأنتِ بتفتحي البرطمان ما فيهوش التَّكة اللي بتبقى الحفظ والكلام ده. شايفين التصويف بقى، شايفين حضراتكم المنظر، النقط السودا والتصويف ده. التصويف ده من جوّه، بس أنا باورّيه لحضراتكم من برّه، لإن برّه ظاهر أكتر. شايفين النقط السودا اللي على السمنة، ده تصويف. أنا ما أعرفش هو التصويف ده سببه إيه، بس اللي أنا على قد بقى ما أنا عارفة، دي نتيجة إن السمنة لسه فيها نسبة من المَيّة. ما طلعتش كويس. أنا حاسة كده إن هي كده ما لهاش حل إلا كده. قد إيه المنظر وِحِش جدًا، جدًا. ليه بقى، ليه التصويف ده، يعني سببه إيه؟ يعني الناس اللي طبعًا فاهمة في الحاجات دي، إيه سببه بقى التصويف ده؟ قُلت بقى البرطمان التاني أهو، شايفين نفس المنظر ونفس الشكل. شايفين التصويف حاجة وحشة جدًا. يعني إحنا بناخده كلام الشيفات ثقة وكلام الناس الكبيرة دي ثقة. مش عارفة، أنا مش عارفة يعني أقول إيه. هي السمنة مرمّلة، هي مرمّلة، نُص ترميلة كده، بس لا طعم ولا ريحة. ده تجربتي في السمنة، أمّا لا جرّبت لا مُرتة ولا جرّبت زبدة.
لكن كانت الصدمة وحشة جدًا والله. ده البرطمان اللي فاضل، شايفين أنا باقول لحضراتكم ما فيش التَّكة اللي بنسمعوها في أي برطمان مربى، صلصة، ما فيش الكلام ده. شايفين التصويف قد إيه على غطا البرطمان؟ يعني أنا مش عارفة هي السمنة دي بقى يعني إيه ظروفها، أكيد مش رايحة أرميها، بس الله أعلم بقى هي فيها أمراض والّا إيه ظروفها، أنا ما أعرفش. شايفين السمنة وشايفين كمية التصويف اللي فيها، فليه يعني الناس علشان تجيب order زي ده أو عرض زي ده يعني ما فيش حاجة رخيصة، ده الناس بيطلع حَب عينها عقبال ما توصل لحاجة زي دي. فما فيش غير إن إحنا نقول وحسبنا الله ونعم الوكيل، لإن ما حدش بيلاقي الفلوس يعني. فيا ريت الناس تتقي الله في أي منتج تبيعه، وبلاش يا جماعة تجيبوا أي منتج بيتعلن عنه إلا وأنتِ متأكدة منه مليون المِيّة، ودايمًا اللي نعرفوه أحلى من اللي ما نعرفوهوش. كمان السمنة هنا يعني أنا باقول إنها مرمّلة نُص ترميلة كده عادية يعني، ممكن تلاقي أي نوع سمنة تاني مرمّل أكتر منها. حبايبي يا رب أكون وصّلت لكم المعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.